هنا المكان اللي قضى فيه اسماعيل ياسين آخر أيامه، في عمارة رقم 138 في شارع 26 يوليو في قلب منطقة الزباني جنب صية الصاوي. تعال نكتشف المكان مع بعض كده من بره. تعالوا نشوف المكان اللي قضى فيه اسماعيل ياسين آخر أيامه، هنا في شارع 26 يوليو في قلب منطقة الزمالك على بعد خطوات من ساقية الصاوي. هنا المكان اللي قضى فيه اسماعيل ياسين آخر أيامه. يلا بينا نشوف المكان. هنا كانت آخر أيام اسماعيل ياسين اللي قضاها قبل ما يتوفى. كان ساكن هنا في الدور الأول في العمارة دي في شارع 26 يوليو في قلب منطقة الزمالك، بالقرب هنا من ساقية الصاوي. الفنان اسماعيل ياسين هرب من منطقة السويس من أبوه، كان غفران يعني كان. هنا العمارة اللي قضى فيها اسماعيل ياسين آخر أيامه، قلب منطقة الزمالك شارع 26 يوليو. العمارة اللي شهدت عليها آخر أيام الفنان الكبير اسماعيل ياسين. هنا عاش اسماعيل ياسين ابو ضحكه جنان اللي جه من السويس طمعا ان يكون مطرب. طبعا شاءت الاقدار انه ما يكونش مطرب ويكون ممثل ويتحفنا بفنه ويكون هو كوميديان مصري الاول. جه مصر هنا واتولد سنه 1900. هنا من قلب 26 يوليو العمارة اللي كان ساكن فيها الفنان القدير اسماعيل ياسين. جه من السويس سنة 1912 من قلب منطقة الزمالك هنا في شارع 26 يوليو رقم 138 قدام بيت اللي عاش فيه الفنان اسماعيل ياسين مواليد 1912. الشاب اللي جه من مدينة السويس طمعا انه يكون مطرب. طبعا شاءت الاقدار انه يعني يمتعنا بفنه الجميل ويبقى اجمل فنان كوميدي في مصر والعالم العربي. ده البيت اللي كان ساكن فيه. ده الاسانسير اللي كان بيطلع منه اسماعيل ياسين. الدور بتاعه هو كان ساكن في الدور الارضي. عاش هنا اخر ايامه لحد اخر يوم وفاته. الفنان الجميل اللي امتعنا طول عمره ابو ضحكه جنان الفنان القدير اسماعيل ياسين جه من مدينه السويس طمعا انه يكون مطرب، لكن شاءت الاقدار انه يخش التمثيل ويبقى الفنان العالمي الفنان القدير اسماعيل ياسين.